نفسي أقرب من ربنا أكتر، تنصحني بإيه؟ بصوا يا جماعة، الطريق إلى الله سهل، والله العظيم الطريق إلى الله سهل. الذنوب والمعاصي بتعمل حجب بيننا وبين الله، فالدعاء لا يرفع، لكن هذه الحجب تزال في لحظة إحساس وصدق مع الله. قيل للإمام أحمد بن حنبل: كم بيننا وبين العرش؟ يقصد من المسافة بعيدة قوي. قال: بيننا وبين العرش دعوة صادقة من قلب مخلص. حس. الطريق إلى الله سهل. نفسي أقرب من ربنا أكتر، تنصحني بإيه؟ اعبده، اعمل اليوم الذهبي. قوم الليل، صلي ركعتين بس، وحاجات بسيطة خفيفة. حافظ على ورد الذكر، من أسهل الطرق للوصول إلى الله إنك تحافظ على ورد الذكر. اوعي تفتكر إن الطريق إلى الله بعيد، الطريق إلى الله سهل. لحظة إحساس في ركعتين حتى لو خفاف، ذكر تلت ساعة بحب، دعوة من قلب صادق. الطريق إلى الله أول ما تبدأ تزال الحجب بينك وبين الله، وتدخل على الله، ويقربك الله من أسمائه الحسنى القريب. بس خطوة: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله على حنيتك علينا يا رب، احنا بنحبك يا رب. خطوة البداية إيه؟ خطوة البداية عبادة. اعمل الفكرة اللي احنا بنقولها، انك تتعبد بعبادات بسيطة بإحساس، ستجد القرب العجيب من الله، وهتلاقي ان ربنا بيطبطب عليك، وهتلاقي بقرب وحنان وحلاوة، وتذوق حلاوة الإيمان.